ولا كان مسؤول التركه شهر 2؟ لا الذبح في شهر من 5 ل 6. ايوه ولا هسه رافع الموسم والله هسه كان ما في حركه تأمين كانت ما في حركه تأمين حتى البركون كان صاير نعم مبروك بزياره مدن السني، والحمد لله وجدنا الحياه دبت وعادت الى طبيعتها بدرجه كبيره جدا، والناس بقياده الاخ الوالي شغالين 24 ساعه ليعيدوا الخدمات العامه، مياه، كهرباء، طرق، يتاكدوا من الاتصالات، كل الخدمات تكون متوفره للمواطن. عملوا من الحاجات الملاحظه جدا اننا وجدنا المدينه نظيفه، ما كانها مدينه خرجت من الحرب، لكن الحمد لله في مجهود كبير جدا مبذول في في نظافه المدينه واعاده الوجه المشرق لهذه المدينه. نحن نظافه المدينه بتؤشر ان الناس مهتمين بصحه البيئه، وده امر مهم جدا بالنسبه لنا، لانه انا في النهايه خايفين من الاوبئه انها تنتشر بعد ما الوباء الكبير الحمد لله الناس انتصر عليه، يجينا وباء اخر ياتي على حياه الناس، ولذلك مهم جدا ان يكون فيه اهتمام بالبيئه. نحن مهتمين جدا بعوده الخدمات كلها للمواطن في موقعه بجانب التامين بالتاكيد، والحمد لله مدني امنه، ما مدني فقط لكن الان كل محليات الولايه امنه بفضل الله سبحانه وتعالى، وماشيه كل يوم في تحسن كبير جدا، ونحن مطمئنين انه الحياه تعود لطبيعتها في وقت وجيز، والحمد لله عادة الان في العاصمه وفي مدن كبيره، والاخ الوالي زار معظم رئاسه المحليات واطمأن على سير الوضع الامني في البلد، وبعد ذاك الخدمات تجي لازم الامن يسبق الخدمات، لكن الحمد لله نحن نفتكر حتى الاضرار اللي لحقت بالخدمات الاساسيه في النهايه المهندسين العمال استطاعوا انه يتداركوا الامر وعالجوا كميه من المشاكل، يعني كون المياه تعود بدني كلها في 14 يوم معجزه بالنسبه للشيء اللي حصل، فنحن نشكر كل الذين قاموا بهذا العمل الجليل، وثوابه من عند الله اكبر. شكرا هذا ما عنده قيمه امام ما يجدونه ان شاء الله، بيتقى لهم نقاطه في قبورهم، وان شاء الله يكون لهم مدخل للجنه ان شاء الله. نحن نشكر كل الذين قاموا بهذا العمل، وليس فقط في المياه ولكن في كل الخدمات العامه. الناس في الصحه شغالين الان على قدم وساق، في الكهرباء شغالين على قدم وساق، في النظافه شغالين على قدم وساق، والحياه والحمد لله الناس فتحت الاسواق والناس بدات تعود بصوره منتظمه. نحن مجتهدين في انه نساعد الناس في انهم يعودوا، نوفر قدر من ايضا الطعام لهم لما يعودوا، الغذاء الاساسي، فان شاء الله الامور تمشي. الدوله كلها واقفه مع الناس يطمئنوا يعودوا.